فين المؤلفين والكتاب المصريين ما عرضوش ليه كل ما تعرضت ليه مصر من خيانة ومن أحداث سياسية مرت خلال الفترة اللي فاتت دي كلها؟ في عندك انت ظروف مصر مرت بيها. اولا التغيير الدائم والمستمر للمسؤولين في قطاع الانتاج او في قطاع في التلفزيون المصري نفسه. طب حتى لو جينا بقى للانتاج اللي هو التجاري او الانتاج الخاص، فالانتاج الخاص في النهايه مقيد بتوزيع انتاجه. يعني هو قبل حتى ما بيبدا يفكر يشتغل على مسلسل لابد ان هو بيشوف له تسويق بتاعه، فالتسويق اذا بيبقى قيد امام منه ويبقى بيحدد له الموضوعات اللي هو بيشتغل عليها. فاذا جينا حتى على انه التركيز زي حضرتك ما تفضلت في الاول على العشوائيات وعلى الامور الفساد اللي هي موجوده اوريدي، انما كان ايوه في تركيز شديد جدا عليها في الدرامات القائمه، لانه من ناحيه مهمه قوي قوي. لو استعرضنا حتى تاريخ الدراما من خلال المسرح، مش هقول حتى والسينما وغيره، حاجد ان احنا فكره التعريض السياسي لما جت الثوره 23 يوليو عرضت بالنظام السابق. لما حتى جه بقى عبد الناصر والفتره ابتدى الفن والادب حتى ما فيه الاغاني والسينما كله يحاول ان يكسب بس ده خطأ مش صح يا دكتور. هو يعني ان انا اوظف الفن والدراما من اجل ان انا انكل بنظام عشان خاطر اقرب من النظام الجديد، ما هو ده ما ينفعش. عظيم. انا هفضل اضلل في الناس لحد امتى؟ عظيم. هو ما ينفعش، لكن هو منهج قائم طوال 60 سنه. منهج 60 سنه كويس. طوال 60 سنه قائم. هنتقل للاستاذ جمال. استاذ جمال، يمكن المسرح، دكتور جمال، يمكن المسرح كان لفترة طويلة جدا كان بيعرض القضايا السياسية ومشغول بمشاكل البلد، لكن وشفنا مسرحيات كتيرة الحقيقة كانت بتعالج واقع كان موجود، لكن في الوقت الحالي غياب برضو الرؤية السياسية والطرح السياسي من المسرح، على الرغم ان المواطن نفسه هجر المسرح في الوقت الحالي، على الرغم ان هو متلقي مباشر من الممثل نفسه، فبالتالي بيبقى قريب منه اكتر من السينما واكتر من التلفزيون. تمام. يعني اسمحي لي الاول اختلف مع حضرتك في حكايه ان ده في غياب للطرح السياسي في المسرح، لانه الطرح ده موجود وبقوه بشده. لو خدنا شرائح، يعني خديها كده من فتره التحول، هنتكلم في مرحلتين. المرحله الاولى لو خدنا فكره التحول الاشتراكي مثلا، لسه الدكتور ابو الحسن استاذي يعني بيتكلم على فكره ارتباط المسرح بالتغيرات المجتمعيه. ده حصل في فترة التحول الاشتراكي، كتاب كتير جدا كتبوا ودعموا هذا التحول مع النظام الجديد، لكن في نفس الوقت كان في ناس عندهم التزام بقضايا مجتمعهم من جانب آخر. ده الفترة السابقة، بتكلم عن الفترة الحالية. أنا جاي لحضرتك. ده جزء كان موجود. النهارده لا، موجود وبقوة. أمثلة؟ موجود أمثلة. لو حضرتك خدتي أصل المسرح، إيه معنى المسرح؟ هل هو مسرح الدولة؟ لا. المسرح بصفة عامة. المسرح بصفة عامة. المسرح بصفة عامة. يبقى هناخد شرائح المسرح او الناس اللي بتنتج مسرح في كيانات انتاجية مختلفة. يعني مثلا في مركز الابداع كان في عرض اسمه بعد بكرة، تأليف استاذ محمود الطوخي. العرض ده كله بيناقش قضايا النهارده من وجهات نظر مختلفة. الثورة الأولى والثانية 25 يناير و30/6 والوقت الحالي، ايه المشاكل اللي بتخص الشباب النهارده اللي هم بيعانوا منها وازاي يعالجوها. ده هنا في اسكندرية في مركز الإبداع. الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنا نفسي مقدم نص لكاتب اسباني بس عامل له معالجة بيتكلم على واقع اليوم النهارده عن قضايا التعذيب السياسي اللي بيحصل ووجهة نظرنا فيها ايه والمفروض يحصل ايه، من خلال قصة اتعالجت في اسبانيا بس بنعيد طرحها من منظور مصري. الهيئه العامه لقصور الثقافه مقدمه السنه دي 250 عرض، عدد كبير جدا. تعذيب سياسي حضرتك يا دكتور جمال؟ تعذيب السياسي؟ يعني في معتقلات دلوقتي وفي تعذيب سياسي؟ لا، مش بتكلم على، خلي بالك انت حضرتك بتتكلم على زمن تقديم العرض. العرض ده اتقدم لاول مره في شهر 5 في عز فتره حكم الاخوان. كويس. الهيئة العامة لأصول الثقافة بتقدم كل سنة ما لا يقل عن 250 عرض في أنحاء الجمهورية في كل محافظات. عدد لا بأس به من هذه العروض بيناقش قضايا اليوم. ده موجود من سنوات طويلة الحقيقة، وده يشكروا عليه. ده موجود من سنوات طويلة، أكتر من 10-15 سنة موجود. تعالي بقى المسرح، مسرح الدولة
اللي هو البيت الفني للمسرح، هو اصلا انتج كام مسرحيه. يعني مسرح البيت الفني للمسرح انتج كام مسرحيه عشان نقول. وان كان السنه دي مثلا سامح بسيوني مقدم في فرقه اسكندريه القوميه عرض اسمه المخطط عن وجود مخطط لهدم الدوله المصريه، وعمل معالجه له من خلال مؤلف سامح عثمان. قصدي اقول ان هيفضل المسرح دايما، انا بتكلم عن المسرح ده تخصصي، متحاور مع الواقع ولا يمكن ان ينفصل. في ناس بتقدم الفن للفن، بنقدم مسرح كوميدي، بنقدم كذا. يعني انا حاليا بدرس بعض المشروعات اللي هي بتقدم الفن للفن، زي مثلا عرض البؤساء اللي بيتكلم عن الثوره الفرنسيه. كويس، ممكن اعمل ده، لكن ما ننكرش ان في ناس وبالذات الشباب الصغيرين بيقدموا المسرح او بيستخدموا المسرح لطرح همومهم ومشاكلهم الحاليه. في عروض اللي تشارك اللي هي قدمت من 25 يناير في الميدان، وكل دي عروض عباره عن تحقيق درامي يتوافق مع اللحظه، يعني اللحظه القايمه في ثوره هنا، في انتفاضه، في كذا، في كل الامور دي انا بعملها مسرح بحيث هما الاثنين موجودين في التوقيت نفسه. ده اسمه اوتشيرك، لفظ هو مصطلح روسي لكن هو يعني معناه التحقيق الدرامي. بدل انا ما بعمل تحقيق صحفي، لا انا بعمله تحقيق مسرحي، شخصيات وهل بيحدث للتحقيق الدرامي ده دكتور يعني تصحيح، بمعنى ان انا ممكن اعمل تحقيق درامي في وقت الاحداث في 25 يناير ظهر بعد كده حقائق اخرى بتبطل ما حدث، او ان ما حدث ما كانش حقيقي. في هذه الحاله ممكن الدراما تعمل لها تصحيح مره ثانيه ولا ما بيحصلش التصحيح ده؟ ممكن لا ممكن يحصل تصحيح طبعا، بس انت عايزه مبدع يواكب اللحظه السياسيه ويتفاعل معها، وفي ذات الوقت حتى هذا النوع من العروض نوع ينتهي فوق في نفس اللحظه مناسبات مناسباتي زي المقال خلاص يقرأ وانتهينا وخلص. نفس الحكايه. بس احنا مش محتاجين حاجات مناسباتيه، يعني محتاجين حاجات طبعا تبقى موجوده على ارض الواقع، تبقى عندنا. احنا بنتكلم على ايه؟ يعني في الطرح السياسي مش موجود، لا موجود، بس موجود بشكل مباشر، لذلك بيموت في لحظته. عشان هو وقتي. وممكن في وقت يقدم حاجه مش حقيقيه وفقا لمتغير كان موجود، ولكن ثبت ان عدم صحته او واقعيته. ففي هذه الحاله محتاجين ان احنا نصحح هذا من خلال عرض اخر. طيب انا هطلع فاصل وهنرجع نكمل القصه. تمام.